لماذا لم يحطم تماثيل رمسيس؟ لماذا لم يحطم الأقصر مثلا؟ الكرنك حافظ عليها لحد الآن، لأنه هذا تمثال وليس صنم. يعني راح نحكيها بالمصري، ما حدش بيوقف أمام أبو الهول وبيعبده حاليا. أنا أشوفه مظهر حضاري، بتصور معه، بتصور جنبه، لكن لا أقوم بعبادته. يعني لا أدخل أنا معبد الكرنك لكي أعبد ربي، فهذا يسمى تمثال، يجب أن أحافظ عليه. لكن الخطاب المتشدد ماذا بقول لي؟ بقول لي الصنم. فسليمان عليه السلام، سليمان اللي الله قال عنه نعم العبد إنه أواب، سليمان، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. نصف عماله كانوا يعملون التماثيل مو الأصنام، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل.